كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، ومانويل نوير هو الثلاثي الذي سيتنافس على جائزة الكرة الذهبية لعام 2014. النجم البرتغالي حامل ذهبية 2013 حاضرا مرة أخرى ومنافسا للمرة الثامنة، ورغم المردود المتواضع الذي قدمه في مونديال البرازيل رفقة منتخب بلاده، إلا أنه ساهم بشكل كبير في تتويج النادي الملكي بلقب أعرق المسابقات الأوروبية للمرة العاشرة، فضلا عن اعتلائه صدارة هدافي الليغا الموسم الماضي وتتويجه بلقب أفضل لاعب في أوروبا. نجم برشلونة ليو ميسي، وبعد الأولى الثانية الثالثة والرابعة لا يزال يبحث عن الخامسة كرقم قياسي جديد، خاصة وأن أفضل لاعب في مونديال البرازيل أصبح مختصا في تحطيم الأرقام بعدما بات الهداف التاريخي لدوري الأبطال، بالإضافة إلى لقب أفضل هداف في تاريخ الليغا بعدما رفع رصيده إلى 253 هدفا. ورغم أنه فشل في تحقيق أي لقب مع برشلونة الموسم الماضي، إلا أنه فرض اسمه مرة أخرى في قائمة المرشحين الثلاث. وعلى عكس ليو والسي ار 7، اسم جديد سينافس هذه المرة على الكرة الغالية، بطل العالم وحارس عارين بايرن ميونخ مانويل نوير. نوير الذي دخل السباق من أوسع الأبواب بعد الأداء الكبير الذي قدمه رفقة الناسيونال مانشافت في البرازيل، حيث لم تتلقى شباكه إلا 4 أهداف فقط، كما أن بطل البوندسليغا حافظ على نظافة شباكه لأكثر من 48 مباراة في موسمين، ليلفت إليه جميع الآراء الداعمة لتتويجه بجائزة الكرة الذهبية. كما سيشتد الصراع على لقب جائزة أفضل مدرب بين الثلاثي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بعدما نجح في تحقيق حلم الملايين من عشاق الميرينغي بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة، ويوخيم لوف مدرب الناسيونال مانشافت الذي قاد الألمان للتتويج بكأس العالم بعد غياب طويل. أما المنافس الثالث فهو دييغو سيميوني الذي تجاوز البارسا والريال وقاد الأتلتيكو إلى التتويج بطلا للدوري الإسباني.